قد وصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بصفات تدل على هوله وشدته، ومخوفا عباده من أليم عقابه. إن يوم القيامة يوم طويل ثقيل وشره مستطير، يحدث فيه من الأهوال ما يشيب الولدان ويغيب عقل الوالدة عن رضيعها، وتسقط الحامل حملها لما يصيبها من الهول والفزع. قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. وإذا بالأهوال تقرع قلوب الناس، فإذا بهم كالسكارى من شدة ما يلاقونه، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وإذا بالناس كل يقول نفسي نفسي، ويفر بعضهم من بعض، حتى إن المرء ليفر من أحب الناس إليه في هذه الدنيا، له شأن ولهم شأن، يرجو نجاة نفسه وفكاكها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولحكمته البالغة فقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم الساعة، فلم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإذا أذن الله بانصرام هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه الصلاة والسلام أن ينفخ في الصور، فينفخ فيه نفختين: نفخة صعق وإماتة، ونفخة البعث. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى يقبض الله تبارك وتعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه الكريمة، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول سبحانه: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ثم يرسل الله مطرا كأنه الطل، فتنبت منه أجساد الناس، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهنا يبعث الناس فتنشق عنهم قبورهم، وأول من ينشق عنه القبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فإذا بعث الله سبحانه وتعالى الخلائق حشروا في أرض المحشر لمجازاتهم ومحاسبتهم. قال تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فيحشر الناس حفاة عراة غرلا ليس معهم شيء، قد خلفوا كل شيء وراءهم وقدموا على خالقهم، فيحشرون على أرض بيضاء خالصة البياض كالفضة، كقطعة الخبز المبسوطة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، فهم في حال عصيبة وضنك شديد، قد صرفهم عن كل ما حولهم إلا عما يصير.